اتفقنا ان الانسان عقل وروح وجسد. بعض الدكاتره بتوع التغذيه بيتعاملوا معانا في موضوع الصحه بيركزوا قوي على حته الجسد، ان انت تبقى تمام ومظبوط، ولحد ما ممكن ما يحترموش عقليتك. يعني مثلا تلاقي واحد يقول لك ايه، كل فاكهه زي ما انت عايز، بس نوع واحد، عارف لو كلت نوعين هتتخن قوي. الكلام ده لو فكرنا فيه، طب ما هو يعني ايه المشكله؟ ما دي سعرات ودي سعرات. بالعكس انا لما بنوع ببدا اخد مثلا حاجه حمراء فيها حديد، حاجه فيها فيتامين سي، طب دي حاجه كويسه. ليه بقى ما نوعش؟ هو عايزك ما تفتريش، فبيقول لك لا هو كفايه نوع واحد وخلاص. طيب ما انا ممكن يكون نفسي في واحده من دي وواحده من دي، لا هو كده وخلاص. عشان كده عملنا رحله الصحه والسعاده، ما بنهتمش فيها بس بصحتك او الجانب الجسماني او النتيجه اللي هتحققها في جسمك، لكن بنهتم اننا نطور عقليتك واننا نساعدك على ان انت تحسن صحتك النفسيه والجسمانيه. الحلقات اللي فاتت يمكن بقى لينا حلقتين، لكن الناس اللي ما تابعتهاش بنقول لكم القطر لسه ما فاتكوش. هتقدروا ان انتوا تتابعوا الحلقات وتسالونا على التليجرام وهنجاوب على كل اسئلتكم. احنا اتكلمنا باختصار ان انت مش ممكن تحل المشكله بالعقليه اللي اوجدتها. يعني مثلا انت النهارده عندك اعتقادات وصلتك لمشكله معينه ووضع انت مش راضي عنه. عشان نبدا نحل المشكله تعالى كده نراجع احنا كنا بنفكر ازاي وبنعمل ايه. لو هو تمام ماشي، لا لو في حاجه مشكله يبقى نشوف الحل ايه. طبعا احنا اتكلمنا على اكتر حاجتين مسيطرين علينا وبنحاول ان احنا قواعد ومسلمات بنطبقها في موضوع التغذيه، وهي انك طول ما انت ما بتاكلش هتخس، ولو كلت هتتخن. وقلنا خلاص هو كده. طبعا ناقشنا في الحلقه الاولى والثانيه، قلنا ان الجوع ده بيضر الجسم جدا وبيعمل سوء تغذيه، وان احنا محتاجين للغذاء. الموضوع كان صعب علينا شويتين، مش قادرين نستوعبه، فقلنا تعالوا نشبه الجسم ده بالمصنع. ده انت بتصنع انزيمات وهرمونات وخلايا جديده وحاجات كتيره. الحاجات دي بتتصنع ازاي؟ ده مصنع ربنا خلقه جواك عشان يوفر لك كل احتياجاتك اللي محدش يقدر يوفرها غيرك. لما تشوف واحد مثلا عايز نقل اعضاء او حاجه، بتشوف موضوع قد ايه بيكون صعب ومش متوافقه مع الجسم بسهوله مع جسم تاني. فانت عندك المصنع اللي بيصنع لك حاجتك، ده لا يقدر باي ثمن. طيب المصنع نفترض ان هو زي اي مصنع، محتاج ايه؟ محتاج طاقه، محتاج مواد خام وميه. طب انا عشان اوفر لجسمي الحاجات دي هوفرها له ازاي؟ انت عندك الغذاء الطبيعي الجسم بيقدر يحوله لمواد خام وطاقه، وممكن ان انت بتسقيه ميه او بياخد الميه من الاكل بتاعك. طيب يبقى دي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها وحلوه جدا. واحنا عايزين نوفر بقى، احنا متخيلين جسمنا ده بقى زي المصنع، لازم نوفر له المواد الخام بشكل كويس والا المصنع ده هيقف. تمام. وفي نفس الوقت ما زودش. يعني انا مثلا لو مصنع عندي فضلت اعمل له قماش 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 وما جبتلوش خيط، هيطلع هدوم ازاي من غير خيط؟ يبقى باختصار كده لخصنا الموضوع، انت محتاج توفر لجسمك احتياجاته بشكل متوازن من غير زياده او نقص يخرب الدنيا. هنطبق ده على الاكل. انت المفروض توفر احتياجات الجسم الغذائيه بشكل متوازن بكل النسب اللي محتاجها، من غير ما تزود السعرات او تنقصها بشكل ياثر على اداء الجسم. سهله؟ لا مش سهله حضرتك. يعني المشكله ان احنا الاكل اللي احنا بناكله ما بيظبطش الحكايه دي خالص. يا اما ما بوفرش الاحتياجات الغذائيه، وممكن كمان ما اوفرهاش والسعرات تزيد عندي جدا. طب يعني ما الاكل ده يا جماعه انت تقدر تاكل اي حاجه وتقدر توظف، يعني ربنا خلقنا لينا خيرات ربنا، ايه اللي جبرك على الاكل اللي ما يظبطش؟ تقول لي تصدقوا حاجه يا جماعه، يدوس لنا على الزرار الاكل بقى اللي هيظبط السعرات واكل صحي بقى فوتوشوب هو اصلها سهله يعني. لا مش سهله. تعالوا كده مع بعض نشوف خطوه خطوه.